حيرة كل يوم على الغدا هنعمل ايه وهنتغدى ايه؟ تعالي بقى اما اقولك على فكرة سهلة وبسيطة، والحقي نوع السمك ده قبل ما يختفي من الاسواق لانه خلاص قرب يخلص كده، لانه دايما بيكون موجود في الشتاء. بس نوع السمك اللي معانا ده احنا بنقول عليه عندنا هنا تونة. فهنسمي بالله ونسمي بالرسول ونقول اللهم بارك، ويلا بينا هات الكمية المناسبة لعدد افراد اسرتك، وابدأي نضفيها بالشكل ده. هتشيلي الراس والديل والامعاء بتاع السمكة، وتاخديها تغسليها غسلة كويسة تحت الحنفية وتحطها في مصفى تصفي. وهتجيبي طبق هتحطي فيه معلقتين كبار منها ريسة الشطة، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، كمان معلقة كبيرة من دقة السمك اللي هي بتكون عبارة عن توم وشطة وكمون. وهتحطي كمان كزبرة وتظبطي الملح، وتحطي معلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار من عصير الليمون، ومعلقتين كبار من المستردة. انا بحب اضيف المستردة قوي في تتبيله السمك اللي بعمله بالطريقه دي. كمان ما تنسيش تحطي معلقتين زيت، وظبطي ملحك وتوابلك. توابل السمك هي كمون وكزبره وبس. ادعاكي بقى او فركي كده التوم لانه متجمد مع باقي المكونات اللي حطيناها، واديها التقليبه التمام. وهتجيبي صينيه بقى هتاخدي فيها جزء بسيط خالص من التتبيله وتركنيه على جنب شويه. وبعد كده هتجيبي السمك بقى اللي اتصفى من المية حلو أوي، تبدأي تتبليه بالشكل ده من بره ومن جوه. ويا سلام لما تسيبي السمك بس نص ساعة في التتبيلة دي مش أكتر. السمك من اللحوم اللي ما شاء الله بتتبل بسرعة وبتاخد النكهة على طول يعني. اركني بقى السمك بعد ما تبلتيه على جنب. ولو بتشوف الصفحة بتاعتنا لأول مرة يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الإشعارات للكل عشان يوصل لكم كل جديد. بعد كده بقى هتجيبي حزمة من البقدونس الأخضر وحبيتين بس من الطماطم وهتقطعيهم بالشكل ده. وشكرا للجماعة اللي بيقولوا لنا احنا عايزينك تنزلي كل يوم، بنحب ان نسمع صوتك ونتفرج على الفيديوهات. ربنا يحفظكم يا رب وما يحرمنا منكم. هتجيبي كمان بصلاية واحدة وتقطعيها شرايح بالشكل ده. بصوا بقى الجمال، أكلة سهلة وسريعة ومش هتاخد منك وقت خالص. طبعا ولعي الفرن وسيبيه يسخن على أعلى درجة حرارة. كده معاكي خلطة سمك خطيرة. ظبطي الملح بقى. أنا الملح اللي انا بضيفه ده عليه كمون وعليه كزبره وشويه فلفل اسود صغيرين، معلقه زيت، معلقه خل، وطبعا عصير ليمونه. وهتقلبي كل المكونات دي مع بعضها بالشكل ده. ايوه قلبي كده واضغطي عليها. نزلي ميه البصل كده ونزلي ميه الخضار. وبعد كده هتاخدي من التتبيله دي شويه في طبق على جنب بس الاول. ايوه بالشكل ده. وهتفردي باقي الخلطه في الصينيه. وهتجيبي بقى السمك ترصيه واحده جنب التانية. اصلا صينيه السمك وهي نية تتاكل اكل كده. بص على الجمال وعلى الحلاوه، الله الله، تتبيله سمك حلوه قوي. بص بقى يا ست الكل، زي ما قلت لك هتولع الفرن. انا الفرن بتاعي بيولع من فوق ومن تحت مع بعضه، فانا بصراحه للسمك بالذات بولعه من فوق ومن تحت. وبحط الصينيه على الصاجة على طول، ومش بغطي طبعا. بص بقى يا ست الكل، تفتح النفس دول ولا ما تفتحش النفس. والسمك الصينيه من الاكلات اللي بتاكل قوي يعني. هتجيبي بقى التتبيله اللي انت ركنتيها على جنب وتحطيها على وش السمك، وشويه زيت بسيط خالص على الوش وعلى الفرن يا ست الكل. الله الله. هتسيبي بقى السمك كده ياخد ويدي مع نفسه، وعلى ما يكون استوى السمك اللي هندخله الفرن نكون عملنا باقي السمك مقلي. هتجيبي كيس وفيه شويه من الدقيق بس، ما تضيفيش اي حاجه في الدقيق. انا اسف على لخبطه الكاميرا. بصي بقى يا ست الكل، هتجيبي السمك تحطيه في الكيس اللي فيه الدقيق بالشكل ده. وهتقفلي الكيس وتسيبي فيه هوا من جوه بالطريقه دي كده. وهتبداي تقلبي بقى، قلبي قلبي 3 4 5 6 7 مرات لحد لما السمكيه تتغلف بالدقيق. ولا بهدلنا رخامه ولا بهدلنا بوتاجاز ولا عملنا اي حاجه خالص. حطينا شويه دقيق مناسبين وتصفيها زيت على النار. وهتنفضي السمكه الجميله دي من الدقيق الزايد وعلى الزيت على طول. اتفرجي بقى على الجمال والحلاوه. ريحه السمك الصينيه بدات تطلع، بدات تغلي كده. وشويه ما شاء الله السمك المقلي كمان ريحته هتطلع. ويا سيدي يا سيدي، من اجمل الاكلات اللي بحبها الاسماك اصلا. بصي بقى يا ستي، نسكت بقى بعد ما حطينا السمك في الفرن والسمك ده هنحطه يتقلي. نسكت ابدا والله ما نسكتش. هنستنى بس السمك ياخد اللون الجميل ده ونقلبه الناحيه التانية. ايوه. الله الله على الجمال والريحه، خطير يا ولاد.
قومي بقى من غير ما تفكري كده جهزي السمك، اعملي حسابك انت هتعملي غدا ان شاء الله بكره سمك. العيال بقى بيحبوه مش بيحبوه انت اعمليه وقولي لهم هتاكلوه يعني هتاكلوه. حكي من العيال اليومين دول بقى يتبغددوا على السمك، يعني احنا مفيش في زمن بغدده ولا الكلام ده كله، الموجود كلوه. تعالي بقى بص على السمك وجماله بقى، بصي بقى مش قلت لك ريحه السمك بدأت تظهر كده وتغلي كده وما شاء الله الريحه ايه خطيره. بصي يا ست الكل، نولع الشوايه بقى ونسيبها بقى تتحمر من فوق شويه، ونخرج السمك اللي اتقلى هنا وعلشان السمك يفضل يعني ما يطرش معاكي بقى كده ويشرب زيت، خرجيه على شبكة، ما تخرجيش على مناديل ولا في طبق على طول. بس بصلي كده على السمك وحلاوته وجماله. هقول لكم شعر في السمك انا. المهم هنطلع بقى السمك على شبكة زي ما اتفقنا ونسيبه يصفي الزيت بتاعه على الاخر. على ما يكون السمك الصينية كمان استوى هنعمل شوية رز جنبهم. عايزة بقى تعملي رز حبة وحبة، عايزة تعملي الرز بالبصل، عايزة تعملي الرز ابيض. ساعات انا بعمل رز حبة وحبة يجي حد يقول لي ايه ما تعملي رز بالبصل، ما تعملي رز ابيض، اصل السمك الصيني بيتاكل معاه مش عارفة ايه، ما تاكلي اللي انت عايزاه، اعملي اللي نفسك فيه. إيه عايزة تعملي رز ابيض اعملي، عايزة تعملي رز حبة وحبة زي ما انا هعمل دلوقتي، حطيت حلة على النار وفيها شوية زيت وشوية رز وحمرتهم بالشكل ده كده هون و... وهتجيبي عليهم شوية الرز اللي متصفي ومغسول، وتشوحي الرز تقلبتين تلاتة مع بعض. يعني كل يوم زي ما احنا بنقول كده، بقولك كل يوم بده، يعني كل يوم بتفكري وبتحتاري هتعملي ايه على الغدا. فربنا يصلح لنا وحالنا وإياكم ويرزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. مية الرز يا ست الكل بقى ظبطيها، مية سخنة طبعا علشان خاطر ننجز في الوقت، وظبطي الملح. ايوه بالشكل ده كده، يا دوب المية تغطي الرز بمقدار عقلة، هتغطي عليه على نار عالية وتسيبيه لحد لما يتشرب كل كمية المية، وبعد كده تهدي عليه النار وتسيبيه بقى ايه يستوي براحته بعد ما يتشرب كمية المية. خلاص هنا ما شاء الله السمك انا كده كده زي ما انا قلت لك انا كنت مولعه الشوايه، بس بقى لما لاحظت ان ما شاء الله خلاص السمك اتشرب اغلب كميه السوائل اللي فيه رفعته تحت الشوايه على طول لما اخد اللون ده، وخلاص طفيت عليه النار وما شاء الله كده السمك الصينيه خلص. والسمك المقلي سبته على الشبكة لحد لما صفى الزايد اللي فيه، وبعد كده هحطه بقى في الطبق، خلاص هنتغدى بقى. احطه في الطبق. بس شايفة بقى لون السمك المقلي ده، السمك ده يا جماعة عندنا اسمه تونة مش سردين، في فرق بين السردين والسمكة دي، هما شبه بعض كتير بس في فرق بينهم بسيط يعني. خلاص والرز ما شاء الله خلاص بدأ بقى ان هو يدخل في السوا خلاص يعني، بس بقاله شوية صغيرين على النار وشوية سلطة جنبهم، وهتكوني عملت ألذ غدا. يا رب اكون اديتك فكرة بسيطة تقدري تنفذيها لبكرة، وكل سنة وانتم طيبين ومع السلامة.